السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، زي ما انتم شايفين يا حبيبي هنعمل مع بعض النهاردة حلاوة طحينية. شوف بتشتري الكيلو بكام؟ يعني حاجتها موجودة في كل بيت طبعا. سهلة خالص وبسيطة. وبعدين بتحبي تعملي الكمية اللي انت عايزاها براحتك. زي ما انتم شايفين انا عملت كده الحلاوه دي تطلع لها يعني ايه، كيلو ونص حاجه زي كده او كيلو. دي يعني هنقول لكم المقادير مع بعض. طبعا مفيش بيت طبعا بيخلى طبعا من السكر البودر، وما لو في سكر بودر سكر خشن بنضربه في المطحنة. معايا كوبايتين لبن بودر وكوبايتين سكر بودر، ومعايا طبعا كوبايتين طحينة، ومعايا ورقة فانيليا. وهنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. نزلت طبعا بالسكر الاول، طبعا المقادير كلها متساويه زي بعضها. كوبايتين سكر بودر، كوبايتين لبن بودر. سهله خالص وبسيطه، مش مكلفه. لو عايزه تعملي يعني المقادير يعني كوبايه وكوبايه وكوبايه ممكن. طبعا نضيف الفانيليا، تذكرة فانيليا واحده بس تدينا طعم حلو كده وريحه حلوه. نزلت طبعا بالطحينه. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. سهلة خالص وبسيطة مش مكلفة. طبعا هتقولي يا أم يوسف بتقول مش مكلفة كده، لا طبعا. احنا الطحينة موجودة عندنا في البيت على طول، كل ستات البيت موجودة عندها طحينة على طول. موجودة عندها في حاجات مكونات موجودة عندنا في البيت على طول. وهنبقى نعمل معاكم فيديو ان شاء الله نعمل فيه الطحينة مع بعض. مش مكلفة برضو، جميلة والله، وارخص ما بتشتريها من بره. نبسسوها بس في بعضها كده. انا عايزة بس القوام بتاعها زي رمل البحر كده. طبعا انا هنضيف كمان معلقتين اتنين بس عشان خاطر الكوبايات ماسك فيها كل كوباية يجي معلقة، بس عشان يديني القوام اللي انا حباه وعايزاه. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين يا حبيبي ما شاء الله زي الفل، وسهلة خالص وبسيطة. وطبعا ايدينا مغسولة وايدينا زي الفل، وبنعمله كل حاجة لأولادنا، واللي بيعمل حاجة بياكلها بايدينا يعني. طبعا هنا انا ما عنديش علبة صراحة بتاعت حلاوة، ف طبعا العلبة دي بتكون في باب التلاجة نظيفة مغسولة وزي الفل. دهنتها بس دهنة زيت كده بالفرشة، وحطيت ما عنديش طبعا فول سوداني. ضفت طبعا اللي عندك يعني ضيفيه سمسم. زي ما انتم شايفين انا حطيت شوية في الطبق، وكان متهيألي ان العلبة مش هتاخدهم، لا ده خدتهم وعايزة كمان. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. اعمليها وجربها مش هتندمي، في البيت بيكون طعمها جميل وبتكون جميلة صراحة ما شاء الله زي الفل. وكلنا ستات شاطرة، ستات بيوت شاطرة، والحاجة لما بتعمليها في البيت بيكون لها طعم تاني وتكون حلوة يعني. طبعا نضيفها بس بالمعلقة كده وكبسيها كويس. زي ما انتوا شايفين الكمية معايا جميلة. انا بس هنفضي بس معلقة السمسم اللي كنت حاطاها في الطبق. نحاول نسويها كويس ونكبسها بالمعلقة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هنا طبعا ما شاء الله زي الفل. بعد ما حطيتها في التلاجة نص ساعة، والله ما يكمل نص ساعة، ومتماسكة وجميلة ما شاء الله زي الفل. انا بنحاول بس ان انا نسلكها بالسكينة كده حاجة بسيطة عشان تنزل معايا بس. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. على اني دهنة العلبة زيت خفيف كده
بس هي طبعا ايه متماسكة شوية، بس نزلت معايا سليمة وجميلة ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين، شوفوا الجمال والحلاوة. هي طبعا كل حاجة غالية، الحلاوة الطحينية غالية، وطبعا مفيش حاجة رخيصة. الطحينة غالية اللبن بودر غالي، بس حاجة يعني ايه بتعمليها في بيتك. وطبعا لبن البودر ده مبنستغنوش عنه في البيت، والسكر موجود. يعني ممكن تعملي من كل حاجة كوباية مش كوبايتين. ما شاء الله زي الفل، جميلة خالص معايا، متماسكة زي الفل. شايفين يا حبايبي؟ حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم. خلاص يا روتي خلاص، اهدي. نشوف وشكم فيديو جديد.